اليوم الخميس وفتحت لهم فاست فود في الدار وندمت على هذا الساندويتش اللي جامي درته لهم خاطش ما فهموا والو من البنه تاع هذا الساندويتش المنفوخ. السلام عليكم. خبز فارغ وخفيف ديروا لهم هاد لي ساندويتش ساهلين المهلي اللي بنتهم الهبال تاع الدنيا لا حد ديروا بهم حاله. الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا لاباط تاعنا في ريسيبيون. درت كاس تاع الحليب دافي، نص كاس تاع الماء دافي، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، نخلطهم غير بالفوي ونروح نجيب الفارينه. انا الفارينه هنا غربلتها اون سي جامي، زدت معاها ملعقه صغيره تاع الملح ونطم بالفارينه بهذه الطريقه حتى نحصلوا على العجينه تكون تلصق شويه في اليد. ما ديروهاش يابسه كيما راكم تشوفوا، ديروها خفيفه وتلصق شويه. نحطها في ريسيبيون ونخليها تخمر مده ساعه ونعاود نولي ليها. هنا نروح نحضروا لا فارس. انا درتها بالبولي، تقدروا ديروها بالطون، تقدروا بفيونداشي كيما حبيتوا. مارينيت هذاك الدجاج بشويه على موطارد وتوابل، طيبته غير في الاير فراير. ونروح ندور قليت البطاطا باش نديرها في لي ساندويتش. وهنا تخمرت العجينه تاعي، نروح نديغازيها ونقسمها على اثنين، بعدها نشكلها على شكل حربوش باش تجيكم سهله، وقطعتها لكرات صغيره. هاد العجينه خرجت لي 18 حبه نورمالمون ولا 17 حبه. نجي نفتح الكرات بهذه الطريقه على شكل بيضاوي. العجينه كيما راكم تشوفوا لازم تفتحوها رقيقه. جوزت الجزء الفوقاني منها في الحليب وبعدها جوزته في الجلجلان، ونروح نقليهم على زيت تكون سخونه. وما يديلكمش كامل الوقت في الطياب، راح يتنفخوا بكل سهوله. ما عليكم غير تعاونوهم شويه تاع الزيت هكذا بالمغرف، ترميو عليهم من الفوق، تحمروهم من الجهه الثانيه. والداخل عمرتهم بلا صالاد، شويه تاع لي فريت، شويه تاع البولي اللي كنا حمرناه، وسميتهم لي ساندويتش سيزار خاطر درت لهم لا صوص جديده اللي خرجتها الا صوص فينيغرات سيزار اللي درت لها داخل الساندويتش. ما يجيناش ناشف ويجينا بزاف بنين ويولم بزاف. هذا الساندويتش ساهل ماهل وبصحتكم.